السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده كان اللونش العربية التجميع المحلي الانترا اي دي بديلة الاتش دي. العربية بتيجي بموتور نفس الموتور اللي كانت بتنزل بيه ال 1600، ال 127 حصان، بيطلع تقريبا 100 حاجة و50 نيوتن عند عدد لفات يعني كبير شوية، معدي 6000 لفة حاجة كده يعني. طيب الموتور متصل بالفتيس اوتوماتيك 6 سرعات، بتيجي باتنين ايرباج، اي بي اس واي بي دي، ومن غير اي اس بي يعني. طيب تبدأ من 890,000، 950,000، مليون و50,000. طبعا يعني التجهيزات كالعادة مش مرضية. العربية لسه بتنزل من غير اي اس بي، لسه 2 ايرباج. يا جماعة الاتنين ايرباج الزيادة دول مش هتخسروا حاجة لو زودتهم يعني. ترى مالتي، هاند بريك مانيوال مش كهربا. وجنط بقى، يعني الجنط في 3 فئات. واحد، يا جماعه لو زودتوا 200 جنيه على السعر بتاع العربيه وعملتوا جان تو تون، هيبقى شكل العربيه احسن من كده. يعني انا مش عارف ليه العربيات التجميع المحلي، طبعا مش كلها بس يعني معظمها، بتبقى تجهيزاتها فقيره شويه، تجهيزاتها غير مرضيه شويه. بالذات عوامل الامان. يعني الاي اس بي مهم قوي، ودي عربيه كومباكت سيدان، عربيه بتبقى عربيه عائليه يعني. والانترا اي دي موجوده من 2020، ايام ما كان سعرها 350 الف جنيه، وكانت بتنزل بجنط احسن من الجنط ده طبعا. لكن يعني ما علينا. العربيه اللي النهارده كان اللونش الرسمي ليها، نتمنى نشوفها بالسعر الرسمي، مش تبقى فقيره كده وكمان بتتباع باوفر برايس. طبعا بينزل حاليا من غبور الاكسنت ار بي تجميع محلي، والانترا اي دي، والسي ان 7 استيراد. طبعا نتمنى نشوف عربيات تجميع محلي كتير الفتره الجايه، لكن بعوامل امان افضل من كده، بتجهيزات افضل من كده، ويعني باسعار تنافسيه يعني. كل ما كانت العربيه قيمه مقابل سعر، كل ما في فرصه ان هي تنجح في السوق وتعمل اسم وتعمل مبيعات. وده طبعا في مصلحة المستهلك وفي مصلحة المصنع، لأن السوق المصري مش سوق قليل، سوق كبير، ويستاهل إن احنا نديله شوية اهتمام أكتر من كده. ودي كانت لمحة سريعة على الانترا اي دي التجميع المحلي. إن شاء الله لو سنحت لنا الفرصة إن احنا نجربها وننزل تجربة قيادة كاملة عنها، هنعمل كده. وما تنسوش بقى لايك وفولو وسبسكرايب علشان على يوتيوب، ولو في أي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات. سلام عليكم.